نصري قال له يلحن لي وحده مخصوص انا وياه. إلي الشرف يعني اني اعطيها كلام ولحن مني. والعين مراية روح. قد ايه بيعني لك انه نجمه كبيره مثل اصاله كمان اعلنت قدام الكل على الملأ انه حابه تعمل تعاون معك؟ ممكن جدا غني اللي هو بغنيه. اي يلا قل له يلحن لي وحده مخصوص انا وياه. أصالة نصري علم من أعلام سوريا الفنية وبتشرف وكل الحب لها وأكيد ولا شك إلي الشرف يعني إني أعطيها كلام ولحن مني. يا الليل ويا العين. نصائح اللي اعطاك اياها هاني شاكر؟ أستاذ كبير هاني شاكر أعطاني كتير نصايح أتعلم منها، هو مدرسة بالنهاية، وإن شاء الله نقدر نترجم هاي النصايح على أرض الواقع وبالأفعال وبالفن بإذن الله. حبيب قلبي هو. بجدد وحدي. دايما بيقولوا انه الشامي عنده سحره الخاص، كل نجم بيلتقيه بحبه بيتفق معه على ديو. كتر خير الله، يعني بالنهاية النجوم يلي بيحبوا موسيقتي أو بيحبوني كشخص أو كلامي ولحني أكيد عندهم وجهة نظر وعندهم بعد نظر وبحترمها وأساتذتي وبحترمهم كلهم. أنا ورد بس ورد نرجس. من بعد النجاح الكبير يلي حققته، شو بترد على الاشخاص اللي كان قبل يتداولوا انه الشامي كان مجرد ترند او زوبعه بتروح على مر الايام؟ بعتقد يعني شغلي وتواجدي بالسوق وحفلاتي بكندا وامريكا واوروبا والشرق الاوسط وبكل محل واغاني اللي دائما موجوده بالسوق كتر خير الله هي خير جواب ورد عليهم كلياتهم، والمستقبل يعني حيورجيهم نحن وين باذن الله. حسينك مرتاح اكثر على الساحه الفنيه، حتى عم تطلع كتير لايفات ومع جمهورك وعم بيكون في اخذ وعطاء؟ اكيد صار في اريحيه اكثر لانه اعتدت على المكان اكثر، على اليه الامور يعني هذا صار محلي ومكاني وملعبي. خيالة أنا خيال. رسالتك لجمهورك اللي دايما عم بيتابعك ودايما عم بيخليك تكون الاول على الساحه الفنيه؟ تقبروني، انا كتير بحبكم ومحضر لكم كتير اشياء حلوه بترفع الراس، وان شاء الله رح تحبوها وحبوا حنان قد الدنيا.